اللهم يا مالك الملك، يا من في ملكه مقيم وفي جلاله عظيم وعلى عباده رحيم وبكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والعافية في الأبدان. اللهم فرج همنا ويسر أمرنا واقضي حوائجنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم آمين، اللهم آمين. ازيكم عاملين ايه؟ منورين دايما قناة يومك اجمل مع ام فارس. لو لسه اول مرة تشوفيني ما تنسيش اللايك والشير للفيديو وتضغطوا على زر الجرس علشان اي فيديو جديد انزله ينزلوك على طول. يلا بقى بينا كده نعمل التورته اللي انتوا شايفينها دي. طبعا عملت هنا على ربع كيلو دقيق سبونج 3 بيضات، معلقة فانيليا صغيرة، معلقة صغيرة محسن جل، وربع كوباية مية. كده خلاص تمام، ضربتهم كده خفقتهم. فانا كان عندي صينيتين قد بعض مقاس 22، عملت في كل صينيه وربع كيلو من الدقيق الاسبونج علشان اللي كانت طالبه التورته كانت عايزاها كلها فانيليا. قسمت كده كل صينيه طلعت معايا مقاس 22 لقطعتين كده، يعني التورته اللي تكون موجوده معايا 4 طبقات. كل طبقه كده اسقيها من السيرم، وبعد كده انزل بالكريمه بتاعتي واسوي كده الجنوب زي ما انتوا شايفين كده، اخليها كلها سوا بعضها علشان ما يبقاش حته عاليه وحته واطيه. كده خلاص ماشي، ظبطتها كده وهنزل بقى كده بالطبقه الثالثه واسقيها برضو السيرم. اهم حاجه السيرم بيديني كده طراوه الكيكه معايا من جوه. ونزلت برضو بالكريمه بتاعتي، وبنزل برضو تاني كده بالكريمة. حاولي اي حتة تحس ان هي واطية شوية تزودي فيها الكريمة علشان التورتة كلها تكون طالعة معايا بنفس الشكل. شايفين انا كده ظبطها، كان عندي القطعة مش متساوية. حتى لو اتقطع منك حتة ولا حتة مش متساوية ممكن تعالجيها بالكريمة. ونزلت كده بالسباتولا بتاعتي كده وظبطت كده الوش، وبعد كده جبت الجنوب كده. طبعا انا بعملها بالسباتولا، ما بعملهاش بالكيس الحلواني يعني. فلو انتي مش هتعرفي تعمليها كده ممكن تعملي الجنوب بكيس الحلواني. جبت بقى السكلافر كده وبسويها كده علشان اشمعها كده. شمعتها من الجنوب، وطبعا لسه بقى ما سويتهاش علشان بشوف اي فراغ كده موجود عندي بحط له الكريمه. طبعا التغليف بتاعها سهل جدا جدا، فبكون ايدي بقى خفيفة كده عشان خدت على الشغل فيه. جبت بقى السكلافر كده وسويتها بقى كده لان ما عدتش كده محتاجة كريمة خالص عليها. كده خلاص بقى اجيب السكلافر بتاع المشنشر اللي بيدي الشكل الجميل في الاخر ده، وكده يكون خلصت تغليف التورته معايا. كده خلاص بقى اتجلست معايا كويس. بعد التجليس دي يا بنات لازم ادخلها معايا الفريزر تجمد كده معايا شويه علشان اقدر اكمل شغلي فيها. يبقى هي كده خلاص هدخلها الفريزر، تقعد معايا كده فتره في الفريزر، وبعد كده ازينها. حاولي انك تدخلها الفريزر، ما تزينيش فيها على طول مره واحده. كان عندي بقى الكريمه بتاعتي كده، عملت برضو المنظر الاخراني اللي انتوا شايفينه ده. طبعا الاوردر اللي كان مطلوب مني انا عايزه التورته كلها تكون فانيليا. يا بنتي ده بشوكولاته، طب جوليات، اي حاجه. قالت لي لا انا عايزاها كلها كريمه. قلت خلاص كده اعملها لها كده حاجه هاديه كده، لان اللي كانت طالباها كانت عايزاها كده هاديه ما فيهاش شغل خالص. فانا عملتها زي ما هي طلبتها بالظبط، وعجبتها جدا، وكانت رسمه جميله جدا وسهله جدا جدا. تقدري انك تعمليها لان بجد ما فيهاش اي صعوبه خالص. عملت كده بقى البرواز الاخراني اللي انتوا شايفينه ده بالكريمه برضو. بصوا بقى هنا انا عملت كده روزيتات صغيره فشلتها تاني علشان كنت عايزه الروزيتا تبقى كبيره كده معايا وتبقى واضحه على التورته. فانا شلتها بالسكرافه كده وعملت روزيتات تانية كده تكون شكلها واضحه على هيئه ورده كده.
فبعد ما خلصت الجزء ده دخلتها تاني الفريزر، وهكمل كده معاكم بقية التزيين. لو وصلت لحد هنا بقى من الفيديو ما تنسيش اللايك والشير للفيديو وفعلوا الجرس، وبعتولي في التعليقات كده انتوا بتتابعوني منين، ولو عندكم اي سؤال اسألهولي في التعليقات. كده خلاص. بعد ما خرجتها كده من الفريزر بقى هشوف بقية التزيين. كان عندي بقى كده ورق الترنسفيل ده، فعملت كده الوردة اللي انتوا شايفينها دي البيضة برضو، فكنت حابة الرسمة دي جدا جدا، فسيحت الشوكولاتة بتاعتي على بخار مية، وبعد كده عملت الرسمة اللي انتوا شايفينها دي. سبتها كده 5 دقايق كده في الفريزر، وبعد كده طلعت منها الوردة الرقيقة اللي انتوا شايفينها دي. عملت بقى كده في كل جنب كده رسمتين، كانت رقيقة جدا جدا. طبعا هي كده لسه ما خلصتش معايا. طبعا الوردة دي كانت موجود فيها كده نقطة من الوسط كده خضرة، فجبت بقى كده الكريسب كده معايا الاخضر، وزينت كده جنب الروزيتات حطيت نص قطعة من الكريسبي، خليتها برضو حاجة بسيطة كده، ما كترتش كريسب على الوش. حسيت برضو لسه ان هي لسه ناقصها حاجة بسيطة، فجبت بقى الروزتات الصغيرة اللي في النص اللي انتوا شايفينها دي، وكملت بقى بقية التورتة من فوق روزتات على هيئة وردة برضو. كانت بسم الله ما شاء الله طالعة معايا كده بالجمال والحلاوة اللي انتوا شايفينها دي. رسمتها كانت رقيقة وهادية كده. قولوا كده بقى بسرعة كده ايه رأيكم في التورتة. طبعا في اي فيديو فات قبل كده ليا قلت لكم ما تكتروش من الرسومات على التورت علشان تطلع معاكي بالشياكه والجمال اللي انتوا شايفينها دي. يعني بلاش تكتري الكريسبات الشوكليت التزيين كتير، بيبوظ منظر التورت، يعني ما بيخليهاش احسن، لا بيخليها اوفر شويه. فحاولي على قد ما تقدري انك تخففي شويه من الرسومات. طبعا اللمبه بتاع المطبخ بتاعي كانت النور بتاعها قل شوية كده، فمعرفتش اكمل تصوير، فصورتها كده بقى كده قدام الشقة بتاعتي علشان اوريكم الجمال والحلاوة بتاعتها دي اللي انتوا شايفينها دي. خلاص بعد كده ما دخلتها التلاجة، حطيتها بقى كده في العلبة بتاعتها، علشان الاوردر بتاعها خلاص هيتسلم، كان هيتسلم الساعة 6. فانا كنت دلوقتي كنا الساعة 4 بالظبط، فدخلتها التلاجة بقى تقعد كده ساعتين على ما صاحبة الاوردر تجيله. ويا رب يكون قدرت افيدكم، وقولولي كده في التعليقات، لان انا لسه شغاله اوردرات يعني تورت وجاتوهات قريب، فقوليلي كده في التعليقات اكمل ولا ما اكملش، وقوليلي ايه رايكم في طريقه تزيين التورت بتاعتي والجاتوهات. يعني انا بعملها رقيقه كده وبسيطه وسهله، فياريت تفيدوني يعني وتقولولي ايه رأيكم في تقديم التورت بتاعتي والجاتوهات، وتقولولي اكمل ولا ما اكملش ولا اعمل ايه، لان بجد انا قلقانه شويه اكمل. واي حد يعني بياخد الاوردر مني بيشكر فيه جدا جدا، وبيقولي بجد شغلك تحفه ورقيق وبسيط جدا. فانا لسه مش عارفه، فانا حبيت يعني الموضوع جدا، ومستنيه تعليقاتكم ورأيكم انك تقولوا لي ايه رأيكم. يا رب يكون يا بنات فيديو النهارده عجبكم، وما تنسونيش بقى في اللايك والشير وتفعلوا الجرس علشان اي فيديو جديد انزله ينزل لكم على طول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.